كتير مننا بيواجه مشاكل كتير بخصوص المذاكرة في رمضان، زي مثلا الكسل أو الخمول والإحساس بالتعب والإرهاق، وكمان التليفون والتلفزيون بشكل عام. وكل المشاكل دي بتأثر على قدرتنا في الاستيعاب. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تقدر ان انت تذاكر بتركيز خاصة في رمضان، ايه هي أهم الأسباب اللي بتقلل من تركيزك، وازاي تقدر تحل المشاكل دي بخطوات بسيطة وفعالة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، يلا نبدأ الفيديو. أول حاجة لازم نفهمها وهي ليه تركيزنا بيتأثر في رمضان. ببساطة شديدة لأن جسمنا بيمر بتغييرات كتيرة جدا في رمضان، أولهم وهي نقص النوم بسبب ان انت بتسهر كتير ونومنا بيتأثر جامد في رمضان، وكمان نقص السوائل والأكل بسبب فترة الصيام الكبيرة، وكمان تغيير مواعيد الأكل وده بيأثر على طاقتك، وإن احنا بناكل حاجات كتير جدا بين الفطار والسحور، وكمان مستوى السكر في الدم بيقل جامد وده بيأثر على تركيزنا بشكل كبير، وأكيد تغيير روتين اليوم لأننا بيومنا بيتقلب 180 درجة. كل العوامل دي بتلعب دور كبير جدا في انخفاض التركيز وانت بتذاكر، لكن مع التخطيط الصح تقدر تتغلب على المشاكل دي. أولا، تنظيم أوقات المذاكرة. أفضل أوقات المذاكرة في رمضان هي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة التراويح، والكلام ده أنا قلته في الفيديو اللي قبل ده. وأنت بتذاكر حاول تستخدم البومودورو تكنيك، وفي البومودورو تكنيك أنت بتذاكر لمدة 25 دقيقة وتاخد بريك ل5 دقايق، وممكن تكبر وقت المذاكرة أو تكبر وقت البريك على حسب أنت بتذاكر إيه. جرب كمان إنك تذاكر بأسلوب المذاكرة النشط، زي إن أنت مثلا تذاكر بصوت عالي وتبسط المعلومة لنفسك وأنت بتذاكرها. تاني حاجة الاهتمام بالتغذية والسوائل. اشرب كمية كويسة من المية بين الفطار والسحور، وما تشربش كميه كبيره جدا قبل الفجر، وحاول ان انت ما تشربش 2 لتر ميه لانك مش هتخزنهم. حاول ان انت تتجنب الكافيين باكبر شكل ممكن، والكافيين موجود في الشاي والقهوه والنسكافيه ومشروبات الطاقه والمشروبات الغازيه بشكل عام، وحاجات تانية كتير جدا الكافيين موجود فيها، فحاول ان انت تبعد عنها او حتى ان انت تقللها. ركز على الاكل اللي بيوفر طاقه زي الشوفان، التمر، المكسرات وكل الحاجات دي. تالت حاجه تحسين جوده النوم. حاول ان انت تنام من 6 ل 8 ساعات يوميا، وقبل ما تنام حاول ان انت تبعد عن التليفون باكبر شكل ممكن لان بيأثر بشكل كبير جدا على جودة نومنا. نام في مكان هادي وضلمة عشان تقدر ان انت تحسن من جودة نومك، وكمان تجنب الكافيين قبل النوم عشان ما تحسش بالأرق. رابعا الابتعاد عن المشتت. حاول لما تيجي تذاكر تجهز مكان هادي ما فيهوش اي مشتت ممكن يشتتك وانت بتذاكر، وكمان لما تيجي تذاكر طبعا لازم ان انت تقفل الموبايل خالص، ويفضل ان انت تطلعه بره الأوضة اللي انت بتقعد فيها. حاول ان انت تبعد عن التلفزيون على قد ما تقدر وقت المذاكرة، يعني مثلا ما تذاكرش في أوضة فيها تلفزيون وتشغل تلفزيون وتقول ان انت مشغله بس عشان يعمل حس، لانك بتركز مع التلفزيون مش بتركز مع المذاكرة. خامسا حاول ان انت تستخدم تقنيات تساعدك على التركيز، زي مثلا انك تستخدم الخرائط الذهنية في المذاكرة، والخرائط الذهنية دي حاجة يطول شرحها، ولو انت عايز نعمل فيديو عن الخرائط الذهنية اكتب لي تحت في كومنت وانا ان شاء الله هعمل عنها فيديو قريب. جرب تقنيات زي التكرار المتباعد عشان تفتكر المعلومة لمدة أطول. اربط المعلومة بمعلومة تانية أو اربطها بأمثلة من الواقع عشان تقدر تفتكرها بسهولة، ودي حاجة هتساعدك جدا. حاول ان انت تستخدم الهايلايترز والستيكي نوتس في المعلومات المهمة عشان تفتكرها كل ما تيجي تراجع الدرس، ويا ريت ما تعملش هايلايت على الدرس كله لأن ده مش هيفيدك تماما. سادسا حافظ على النشاط البدني. حاول تمارس أي نوع من الرياضات الخفيفة بعد الفطار، يعني مثلا زي ان انت تعمل كام عدة ضغط. التمارين الخفيفة زي المشي والتمدد بتساعد على تنشيط الدورة الدموية، ودي حاجة هتساعدك جدا في مذاكرتك. سابعا تحفيز نفسك للمذاكرة. حاول لما تنجز جزء كبير من المذاكرة تكافئ نفسك، وحدد أهداف صغيرة لكل جلسة مذاكرة عشان تحس فعلا ان انت انجزت حاجة. واخيرا رمضان فرصة عظيمة عشان تغير من حياتك 180 درجة، يا اما ان انت تستغله صح ويغيرك للأحسن، او ان انت تسيبه يعدي زي باقي شهور السنة، وافتكر ان في الاول وفي الاخر القرار معاك. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.